بسم الله، اللهم صل على النبي. النهارده حفيدتي بيدوها بسكوت في المدرسة، بس ما بتاكلوش خالص، ما بتحبوش خالص. فقلت لازم اعمل اعادة تدوير ليه بحيث انها تاكله وما ترموهوش، لانه مفيد وبيبقى فيه فيتامينات وحاجات كويسة ليه. فروحت عاملة ايه بقى، قلت جبت بقى شوية من البسكوت ده، طحنتهم وحطيت عليهم معلقتين لبن وشوية شربات اللي هو بتاع الحلويات، عملتهم ايه عجينة، يعني مش طرية طبعا، ناشفة كده بحيث ان هو بس يتكور كده يعني. ورحت جايبة بقى عاملة لهم كمان صوص الشوكولاتة او الجناش عشان ايه ازوق لهم بيها الحاجة دي. عملت بقى إيه نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، وشوية كاكاو حسب اللون اللي انت بتحبيه، وتضربيه في الخلاط هيطلع عندك احسن صوص شوكولاتة. نص كوباية وربع كوباية حسب المقدار اللي انت عندك. وبعدين قطعت البسكوت كده صوابع، والتاني ايه ده طحنته وعملته الخليط ده. جيت بقى كورته كده اهو كورة، اللي هو العجينة اللي انا عملتها، وجبت بقى الشوكولاتة اللي هي الكور دي وحطيتها جواها وقفلته، وعملته كوريات كده، اي اشكال بقى تحبيها، كور اي حاجة زي ما تحبي. وعملت كور ورحت حاطة بقى ايه مزوقاه بالشوكولاتة اللي انا عملتها دي، اللي هو صوص الشوكولاتة. وبعدين حطيت عليه بقى ايه جوز هند، وبعدين شوكولاتة كمان مبشورة اللي هي بتبقى الصغيرة دي. زوقته بقى بالتزويق اللي يعجبكم، واللي هو الصوابع بردك عملته بنفس النظام حسب الحاجات اللي انت بتحبيها. حطيت شوية زبيب، جوز هند، في مكسرات حطي مكسرات، اي حاجات العيال ما بياكلوا، الاطفال ما بياكلوهاش حطها لهم. عجبهم بقى الطعم جدا وما شاء الله، ما سابوش حاجة منه خالص، وما بقوش عارفين ان ده بسكويت المدارس. قالوا لي اعملي لي الحاجة دي على طول يا تيتا.